أعطيتكم جهدي وحالي ومالي ولا قصرت بحقكم يا ضنايا، وربيتكم ولا ادعي بالكمالي، الكامل الله واكثر الناس تايه، وعلمتكم من كل باب ومجالي، حتى السباحة والقنص والرماية، وياما ركضت أيامها والليالي، وياما تعشيت ونمت بطواية، وياما تحملت الديون الثقالي، وياما تسلفت الغداء والعشاية، وياما قطعت من الدروب الطوالي، وياما تحملت التعب والعناية، من شان أغذيكم برزق حلالي من غير توفير الكساء والحماية، وابغى القضاء عند السنين التوالي، لقصر شوفي وخذلتني قواية، وليه تردت حيلتي واحتيالي، ثم انحنى ظهري ومالت عصاية، ونسيت ما حولي وما قد مضالي، وبلغت سن الهدر ما هو الهراية، وقعدت في داري وحيدا لحالي، واستبعدوني الأصدقاء والصلاية، فان كان ضقتوا بي وقل احتمالي، فتذكروا مواقفي في البداية، ثم رحمتوني ورفتوا بحالي، ولا قصرت واحسن الله عزايا، وعسى يجي من الأصدقاء من بقالي يجمل يوصلني لدار الرعاية. وسلامتكم.